تعرف ان انت ممكن تبقى متكلبش طاقيا وانت ما تعرفش؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني تكون عايش هنا بس روحك محبوسة في علاقة انتهت، في كلمة وجعتك من سنين، في صورة قديمة لنفسك انت مش قادر تنساها. انت ممكن تبقى سجان لنفسك وانت مش حاسس، وده السبب الرئيسي بنسبة 99% للواقع المدمر اللي انت بتعيشه. فركز معايا قوي في الحاجات اللي هقولها لك دي، لان هي السبب الاساسي في اللي بيحصل لك. اول حاجة نزيف الطاقة. تخيل ان الطاقة بتاعتك عبارة عن رصيد بنكي، كل شخص انت لسه بتفكر فيه بمشاعر سلبية، قهر، تعب، حزن، وكل موقف بتعيده في خيالك عشان تنتصر فيه لان انت ما تصرفتش فيه صح في الماضي، ده بياخد عمولة من رصيدك. النتيجة لما بتيجي تبدأ مشروع جديد او تدخل علاقة جديدة، بتلاقي ان رصيدك صفر. مش لان انت هنا ما عندكش طاقة، لان انت الطاقة بتاعتك بتروح في مكان كده زي الثقوب السوداء فما بترجعش تاني. تاني حاجة وهم الانتظار. في ناس فاكرة ان التحرر معناه ان الطرف التاني يرجع لي ندمان ويعتذر، او ان يحصل له مصيبة فالقدر ينتقم منه، وده اكبر فخ طاقي. التحرر هو قرار منك ان انت تسترد طاقتك، ان الشخص ده ما يبقاش موجود في نظامك خلاص. طول ما انت مستني رد فعل من بره، انت عبد طاقية للشخص ده وانت مش حاسس. وكمان خليني اقولك على اخطر حاجة انت بتعملها. انت بتبقى فاكر ان الوجع ده هو مجرد فكرة في دماغك، بس الحقيقة ان المشاعر اللي ما بيحصلهاش تحرر بتتخزن في كل خلية في جسمك. الرفض بيتخزن عندك في الاكتاف، الخوف في القولون، عشان كده لما بتخاف او تتوتر جامد بطنك بتوجعك، وكمان الغضب بيتخزن عندك في الكبد. فلما انت بتفضل شايل الماضي فوق ظهرك، جسمك بيبدأ يترجم ده لتقل او خمول او صداع باستمرار. انت مش محتاج لمسكنات، انت محتاج ان انت تتحرر، لان التحرر هو العملية اللي بتفكك فيها الروابط اللي حجرت المشاعر دي عندك وخلتك مش قادر ان انت تعيش في اللحظة الحالية. واللي اكتر من كده كمان، ان انت طول ما انت مش متحرر من علاقة قديمة فانت مغناطيس لنفس نوع العلاقة دي، بس الفرق ان الوشوش بتكون مختلفة. فتلاقي بعض الاشخاص بيفضلوا يسألوا نفسهم انا ليه دايما بقابل نفس الشخص المستغل او النرجسي او البخيل او ايا كانت صفته. ببساطة لان البرمجة لسه جواك، انت لسه بتسحب من نفس المخزن القديم. التحرر بقى ان انت تكسر الدايرة دي، ان انت تتعلم الدرس ان النسخة القديمة دي منك تموت، فخلاص ما يبقاش مسموح للنسخ القديمة من البشر ان هي تدخل للواقع بتاعك تاني. التحرر هو اللي بيعمل لك ابجريد لمستوى استحقاقك. ولازم تكون فاهم قانون الازاحة، الجديد عمره ما هيجي في مكان مليان. لو ايدك مليانة بالماضي ازاي هتتحرر؟ التحرر هو عملية اخلاء اجباري لكل الوجع. لو قررت النهاردة ان انت مش عاوز تفضل محبوس وعاوز ترجع طاقتك الحقيقية من تاني بس لسه مش عارف، تقدر تنفذ معانا جلسة التحرر الشاملة. الجلسة دي بالظبط زي المشرط اللي هتقطع بيه كل الأحبال الأثيرية اللي شدك لورا. هندخل فيها العمق اللاشعور، وهننظف فيها شكل القلب والضفيرة الشمسية من تراكمات السنين. للاستفسار أو الحجز تقدر تتواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة أو الرقم الموجود في البايو.